بيبدأ الجزء التاني من ملخصنا على فوشي وهو بيفكر مين يا ترى الشاب اللي قدامه ده، وخصوصا انه قدم نفسه قدام فوشي على انه الخليفة السادس لهياسي، بس فوشي مش متأكد من هويته، خصوصا ان الشاب اللي اسمه هوكاكو ده اول سليل ذكر لهياسي يقابله فوشي، لان احفاد هياسي كلهم اناث، لكن هوكاكو قال لفوشي ان والدته ماتت قبل ما تخلف بنت. وسأل فوشي هوكاكو لو قرأ كتب للأسلاف عن الحب بين الرجل والمرأة لانه عاوز يتعلم اكتر عن الحب، فاقترح عليه هوكاكو انه يقرأ كتاب هيفيده في الموضوع ده. بعدها حذر هوكاكو فوشي من خطر هيقرب، وفعلا دخل 2 مسلحين للأوضة وكانوا عايزين يقتلوا فوشي، ولما ملقوهوش قال لهم هوكاكو ان هو اللي حذره وخلاه يهرب، وان دي اوامر من حاكم المدينة، وده اغضبهم جدا ومشيوا، وهم بيهددوا هوكاكو انهم هيخلوه يندم على اللي عمله وهيقبضوا عليهم. ولما خرج فوشي من مخبأه وسأل هوكاكو ليه الناس دي عاوزة تقتله، قال له ان في مكافأة على راسه قيمتها 1000 قطعة ذهبية، واللي عمل كده هي كنيسة بينيت، لانهم شايفين ان فوشي والاوصياء اعداء ليها بسبب ازدياد تأثيرهم على الناس، وكمان شايفين ان فوشي هو اللي بيجذب الوحوش لتدمير البلاد. ولما سمع فوشي الكلام ده زعل جدا واعتذر عن كل اللي تسبب فيه، لكن هوكاكو طلب منه ما يعتذرش، وبدل ما يعتذر الأحسن إنه ينضم للأوصياء لأنهم كرسوا حياتهم في محاربة الوحوش من 200 سنة. لكن فوشي بيرفض وبيقول له إنه بس هيفضل يحارب الوحوش عشان يمنع زيادة الهم ويقلل من قتل الأبرياء. وبعدها وصلوا قرية فيها ناس كتير، وكلهم متحمسين جدا عشان يشوفوا فوشي لأنه ملهم ليهم وبيحبوه جدا. ولما اتخض فوشي من رد فعلهم قال له هوكاكي إنهم بيحبوه وشايفين إنه المخلص اللي هيساعدهم، وإنهم فرحانين إنهم اتأكدوا من وجوده وإنه حقيقي مش أسطورة. وبعدها جه لفوشي ست عجوزة وتوسلت ليه إنه يساعد ابنها لأنه مخطوف، وعاوزين فدية كبيرة عشان يسيبوه. وفوشي خلى الفلوس تنزل عليها كتير جدا وأخدتها، والكل اعتبر دي معجزة وحبوه أكتر. وهم ماشيين جه شوية أولاد صغيرين ضربوا فوشي بالبيض وطلبوه بإنه يمشي من قريتهم ويرجع لمخبأ الشيطان اللي كان فيه. وكمان هاجمهم مجموعة من صائدي الجوائز اللي عاوزين يقتلوه علشان ياخدوا ال1000 قطعة معدنية اللي عرضتهم كنيسة بينيت للي هيقتل فوشي، لكن هوكاكو خوفهم بقوته الخارقة وخلاهم يهربوا. ولما رجعوا البيت اقترح هوكاكو على فوشي انه يتنكر عشان محدش يشوفه، لان ده هيعرضهم للهجوم في اي وقت. لكن فوشي كان شايف ان ده مش ضروري، لكنه حاول يجرب بعد ضغط من هوكاكو، وفعلا بيتنكر في شكل ست عجوزة، لكنه بيقول انه مش هيقدر يسافر بالشكل ده، لكنه بعدها اتنكر في شكل بنت جميلة، ومن جمالها لفت انتباه هوكاكو ووافق على التنكر ده وسابه ومشي. وتاني يوم خرج فوشي من خيمته ولقى هوكاكو مستنيه بالأحصنة علشان يسافروا، لكن فوشي قرر انه مش عاوز يسافر بشكل سري واتنكر في شكل كلب. ولما وصلوا رجع تاني بشكل بشري، وشاف صائدي الجوائز بيرفعوا أعلام عشان يمشوا وراه ويقتلوه، وفضل ماشي ورا هوكاكو والوصي، وكان عمال يفكر انه مش عاوز يقابل اشخاص جديدة ولا يكون صداقات جديدة، وكان بيفكر لو هوكاكو والوصي يستحقوا فعلا يكونوا اصدقائه. وفي اللحظة دي اتصاب في فخ واتحبسوا في شبكة، واللي خطفهم امير مملكة اورالوس واللي كان اسمه بونساما. وعشان فوشي يخدعهم قال لهم انهم جايين يقبضوا على فوشي، وصدقوه وفكوا الشبكة. ولما خرج فوشي مسك سيفه وخوفهم، لكن جنود الأمير ظهروا كتير جدا من الغابة ومسكوه وحبسوه في زنزانة. وجه بعدها الظل الأسود لفوشي، وسألوا فوشي عن أعداد الناس اللي اتقتلوا على إيد الوحوش، واتصدم لما عرف إنهم 13,000، ودي صدمة كبيرة جدا وخلاه يكره وجوده بين البشر، وقطع أفكاره بونساما اللي كان بيحاول يكلمه لكنه تجاهله. وتاني يوم وصلوا لمملكة أليس، والناس كلها هناك كانوا بيشكروا بونساما لأنه قبض على فوشي واعتبروا ده حدث ضخم. وكان بونساما متحمس عشان عاوز يقول لأبوه الإنجاز اللي عمله عشان يعتبره وارث للعرش، لكن أبوه ما اعتبرش ده إنجاز أصلا. بعدها جاب بونساما أفضل المصممين عشان يصمموا لبس الفوشي وهو متنكر، عشان فاكر إن البنت دي هي اللي ساعدته في القبض على فوشي، وما يعرفش إن هما الاتنين واحد وبيخدعوه. وفوشي كان جميل جدا في الفستان لدرجة إن هوكاكو اتصدم من جماله. وبنعرف إن كل ده لأن الملك دعاهم على العشاء، ووقتها شافوا أخو بونساما واللي اسمه تورتا اللي اختار أبوه عشان يكون وريث للعرش، وكمان أبوكو أخت بونساما الصغيرة واللي اتفاجئت إنهم قبضوا على فوشي. ولما سألتهم الملكة هيعملوا إيه مع فوشي، رد هوكاكو قال إن فوشي بيدعموا كل الأوصياء وإنهم لازم يستشيروها قبل أي حاجة،
وأثناء الكلام غضب فوشي من طريقة كلامهم وساب المكان ومشي. وفضل هوكاكو يدور عليه، لكن بونساما لقاه وكان متنكر في شكل حيوان. وقتها اقترح هوكاكو على بونساما انهم يعملوا جيش يحاربوا بيه الوحوش. وفي الوقت ده جت اوباكو قالت لبونساما انه في حد جه من كنيسة بينيت، وقالوا انهم عاوزين فوشي، لكن بونساما قال ان هو اللي مستولي عليه ومش هيسمح لحد ياخده. وده بيغضب البابا وبيقبض على بونساما وفوشي، لكنه بيتنكر في طائر وبيهرب من الزنزانة. لكن بونساما شافه وضربه بحجر وقبض عليه. وسألوا بونساما ليه عاوز يهرب، وافتكروا انه هو عاوز يهرب بسبب خوفه من الوحوش اللي بيدوروا عليه. وبيعترف فوشي انه خايف من الوحوش، لكنه خايف لانهم بيقتلوا الابرياء بسببه. وده خلى بونساما يوعده انه هيساعده ويجيب له جيش يساعده في محاربة الوحوش. لكن فوشي قال له انه كان عاوز كده قبل كده، لكنه خايف لحسن يتهزم وكل اللي معاه يموتوا، وهو اتعلق بيهم وما بقاش عاوز حد تاني يموت بسببه. وقرر يدي جسمه للوحوش ويوهب حياته لإنهاء الشر. لكن الظل الأسود جه وقال له إن حتى لو عمل كده مفيش حاجة هتتغير وبرضه الشر هينتشر. ووعده بونساما إن هيديله حياة جديدة تماما في مكان بعيد عشان يقدر يقرر هيعمل إيه في كل حاجة في حياته. وبكده يكون خلص ملخصنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل جديد. سلام.